الطبيعي إن عيلة كل واحد تعلمه الأخلاق والدين ويكون فخور بيهم، بس مش من الطبيعي إن تكون عيلتك هي اللي بتعلمك الدجل والسحر والكفر بالله. حكايتنا النهاردة عن شاب هرب من عيلته اللي مشهورين بالأعمال والسحر، لكنه للأسف بيعصروا عليه علشان يبقى الدجال الكبير. يا ترى هيسمع كلامهم ولا هيرفض؟ اسمع القصة للآخر علشان تعرف قصة الدجال المنتقم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صاحب القصة بيحكي ويقول: العزلة كانت مهرب الأول والأخير من عيلتي من وأنا عندي 14 سنة، وأنا بعيد عنهم، معرفش عنهم حاجة ولا يعرفوا عني حاجة، وده أفضل. أنا لو كنت عايش معاهم كنت هبقى زيهم، كانوا هيعلموني الدجل والنصب والكفر. أنا كده مرتاح. أنا اسمي حسام، موظف في شركة حكومية، مأجر شقة على قدي، عايش فيها لوحدي. حياتي مقدرش أقول عليها تقليدية، لأن الوحدة مش تقليدية، إنما التقليدي في حياتي هو سكونها، لغاية ما كل حاجة اتقلبت فوقاني تحتاني. في يوم قبل اليوم المشؤوم ب5 أيام وأنا نايم، حلمت بأشخاص كتيرة جدا ملامحهم مش باينة، واقفين حوالين شخص تاني واقع على الأرض، وفجأة سابوا الشخص ده وجيهم وقفوا حواليا أنا، ودخل ناس تانية ولعوا في الشخص اللي واقع على الأرض. الناس بعد ما ولعت في اللي واقع على الأرض قربت مني وحاولوا يدخلولي، لكن الأشخاص اللي حواليا منعينهم. فجأة جزء من الضوء جه على وش واحد من اللي بيحموني. جن، أيوة جن، أنا عارف أوصافهم، كان بيحكيها لي جدي كتهيئة لحفيده الدجال. منظر وشه البشع فزعني. قمت غسلت وشي وصليت الفجر ونمت تاني، وبعد 5 أيام في يوم القبض رحت للمحاسب علشان اخد مرتبي. قال لي مرتبك منزلش. استغربت وسألته: مرتباتنا كلنا ولا مرتبي لوحدي؟ قال لي مرتبك لوحدك. سألته عن السبب، قال لي معرفش. خرجت من الشركة ودماغي هتشتني من التفكير، ليه مرتبي منزلش وهعمل ايه واصرف منين؟ واثناء الشروط ده وقف الميكروباص في كمين، والظابط قال للكل ينزل. قلت بجملة. اتسحبت البطايق وبدأوا يكشفوا عليهم، مشوا ناس وركنوا ناس عليهم احكام. انا بقى كشف على بطاقتي ملقاش عليا حاجة، لانه ملقاناش اصلا في سجلات الدولة. ميت، ايوه ميت من 3 أيام. دهشة الظابط لما كشف على بطاقتي خوفتني، لكن اما قال لي ساب دهشته لعبني. الظابط حس بأثر الخبر عليا، بعتني مع امين الشرطة للقسم. انا شارد وتايه. وصلنا للقسم بعد 2 ساعة، لانه وداني اسم في الشرقية في مكان المولد. دخلنا وبعد ساعة دخل ظابط اسمه عمرو، بصلي بغرابة. دخل امين الشرطة ووشوشه في ودانه وحطوا ملف على المكتب، قعد يقرا في الملف وبعدين بصلي بعجب وقال لي: بعتنا 2 أمناء يجيبوا اهلك، لكن الأمناء رجعوا وقالوا ما عرفوش يجيبوهم علشان بيعزوا فيك. انا الكلمة نزلت عليا زي الصفعة. انا اقصى تخيلي انها غلطة في السجلات، انما يعزوا فيا. فضلت ساكت. راح مكمل الظابط كلامه وقال لي: المفروض ان اللي قدامي دلوقتي تكون جثة محروقة متفحمة مش باين لها ملامح. بص، انا اقصى مساعدة اني ابعتك مع امين الشرطة لاهلك، تجيب حد منهم وتيجي علشان نفسر الفيلم الهندي ده. قلت له ماشي. راح نادى على الامين وقال لي: وديه عزاه. ها، وديه عزاه؟ انت متخيل؟ المهم فضلت ماشي مع الامين، بدأت اسمع صوت قرآن: صوان عزا المرحوم حسام صلاح اسكنه الله فسيح جناته. الامين وقف بره ودخلت انا بسلم بايدي، وهما بيقولوا لي: شكر الله سعيكم. انا عارفهم، ملامحهم القذرة اللي بتحمل فساد وضلال ما اتغيرش كتير عن اخر مرة شفتهم من 11 سنة. وصلت لابويا وسلمت عليه ورميت بنظري على العزل اللي جوه. شفت امي بتبكي بحرقة، قلبي وجعني وشردت في النظر ليها. رجعت من شرودي لقيت الامين بيوشوش ابويا اللي بدأ ينداش ويبرق. الامين اخدني ومشي وابويا ماشي ورايا. دخلنا القسم وقعدنا جنب مكتب عمر، احنا الاتنين في وش بعض، لكن محدش فتح بقه بكلمة مع التاني. دخل الظابط بصيلي انا وهو
وقعد يوجه حواره لابويا. انت جالك خبر وفاة ابنك ازاي؟ ابويا قال له حضرتك انا ابني ما شفتهوش من يجي 15 سنة، ومن 3 ايام كده الحكومة جابتني من البيت وودوني على المشرحة، سلموني جثة محروقة ومتفحمة وقالوا لي ده ابنك استلمه. اخدته ودفناه، وغير كده معرفش حاجة. الضابط قال له التقارير اللي قدامي خلاصته ان جالنا بلاغ من 5 ايام ان في جثة محروقة في عشة في الغيط، والعشة دي ملهاش مالك. اخدنا الجثة وعملنا لها DNA واستنينا النتيجة. بعد 50 ساعة اتضح انها جثة حسام صلاح اللي الفيش بتاعه وعيناته متسجلين في الدولة بما انه موظف فيها. وما عندكش دافع تعرف مين اللي عمل في ابنك كده؟ ده انت راجل بركة وبتخدم اي حد، مش عايز تخدم نفسك؟ رد ابويا وقال له لا يا باشا مش عايز. الضابط قال له طب واللي يقول لك ان ابنك هو اللي قاعد قدامك ده، واللي انت دفنته ده مش ابنك، وانه جالك بالغلط؟ ابويا قال له يبقى حضراتكم بتلعبوا بالناس. الضابط رد بغضب وقال الزم حدودك واقعد بدل ما اخليك جثة زي اللي انت دفنتها. اكيد الغلطة دي ما حصلتش من فراغ، اكيد حد الDNA بتاعه مطابق لحسام اللي هو اتحرق، واللي يبقى تحليله مطابق ده لازم اكيد منكم، بس كمنه مش موظف او ممرش تحاليله على الدولة قبل كده فما تعرفش جثته وجي ابنك بالغلط. شوف انت بقى رمين مين تاني في عيلتكم من سنين واتحرق. ابويا قال له لا يا باشا هو مجنون واحد في عيلتنا مفيش تاني، وبعدين انت مصمم تجيبها فينا وما تعترفش انكم غلطانين؟ على العموم حصل خير. لا ما حصلش خير، تيجي تشرح حضرتك اللي انت قلتهولي ده للناس احسن يفكروا اننا من كتر بركتنا بنرجع الميتين كمان. ده النهارده 3 يوم عزا، وانت عارف وزن عيلتنا في القرية الشرقية كلها حضرت عزا واحد هخش بيه العزا دلوقتي واقول لهم اللي بتعزوا فيه ده واقف جنبي على رجليه. الضابط قال له خلاص انا هتصرف الموضوع ده، خد ابنك البيت على بال ما انا مصلح الغلطة في سجلات البلد الاول، وبعدين اجي احل مشكلتكوا دي. مشينا وانا صامت وماشي وراه زي العيل اللي ابوه قفشه بيشرب سجاير ومستني العقاب. قربنا من العزا بصله وقال لي خش على جوه على طول، ولو حد سألك انت مين قول له ماجد. بصيت له باستغراب وقلت له ماجد؟ قال لي ايوه ماجد، هيدخلوك في اوضه جوه لغايه ما يخلص عزاك وبعدين نبقى نشرح الوضع للعيله. انت القدر بعدك لينا في الوقت المناسب. سابني ووقف مكانه في العزا، وانا دخلت وسط الناس كل واحد يمدلي ايده وانا شارد في مين مات مكاني. رجعت وما دخلتش، مشيت في الشارع لغايه ما وصلت للمقابر. دخلت ناحيه حوش العيله اللي حافظ مكانه من كتر زياراتي ليه. وقفت قدام قبري، قدام قبر حسام صلاح. فجأة حسيت بموقفي، لا مش موقف اني واقف قدام قبري، انما موقف اني واقف قدام قبري الساعة 11 بالليل. الخوف دخل قلبي اللحظة وجسمي اترعش. جيت اجري، حسيت بايد شدت رجلي كفتني على وشي. بدأت افقد وعي واحدة واحدة وانا شايف اسم حسام صلاح على قبر، لغاية ما تهت ونمت على بطني في المقابر وحلمت نفس نومتي بس في سواد، وحواليا الجن بيحميني وعيلتي كلها ماسكة كتب وكأنها مستنية لحظة معينة وهيهجموا عليا، وفي حد واقف بعيد الضلمة مغطياه وماسك كتاب. وفجأة الشخص ده ولع والكتاب وقع من ايده. فقت لقيت امي ضماني في حضنها ونايمة في اوضتي اللي الواضح ان محدش دخلها غيري في بيت العيلة المشؤوم اللي عمري ما كنت متخيل اني هدخله تاني، لكني دخلته. وواضح ان اللي هربت منه من سنين كان مجرد هروب مؤقت بين مصير ازلي هوصل له، مصير اسود هعيش فيه او هموت فيه. حضنها كان وحشني جدا، كنت متأكد ان عمري ما كنت هلاقي حضن دافي ويحسسني بالامان غير حضن امي، رغم اني في العزلة مفيش حاجة اخاف منها، لكني كنت محتاج لها، واكيد جيت هنا علشان اقابل السواد وحضن الامان. ضماني بشغف غريب او طبيعي لأم ما شافتش ابنها من 11 سنة. الباب خبط، قامت منفوضة. الباب اتفتح ودخل والدي وقال لنا تعالوا عشان العيلة متجمعة بره. خرجنا لقيت ما يقرب من 200 شخص في بدرون البيت، منهم مبتسم لي ومنهم منتهش مني ومنهم استحقرني ومنهم اللامبالاة واضحة على وشوشهم. انا سبتهم كلهم وشفت حب الطفولة. كارمن
حافظ غمزاتها وعينيها العسلي الفاتحة وبياضها الناصع وبصاتها ليا كانت من ضمن الأشخاص أصحاب اللامبالاة للأسف. ولاحظت عدم وجود جدي أبو والدي. بدأ أبويا يلقي خطبة يشرح فيها اللبس اللي حصل. خلص وبدأ يتوجهوا ناحيتي يهنئوني على عودتي من قبري. خلصوا تهنئة، والدي ندهني، مشيت وراه ناحية غرفة المهجر. تقريبا عرفت هو عايز مني ايه. دخلت الأوضة وكل الذكريات السوداء مرت قدامي. قعدت قدامه وما بيني وبينه المهجر اللي بنكتب فيه الأعمال والطلاسم وبنولع فيه البخور. حط قدامي كتاب أنا عارفه كويس، ده كتاب الوالي وريث الكفر. بصيت له بعجب. قال لي انت الوريث من بعدي، انت جيت هنا علشان تاخد حقك وورثك من السيطرة والقدرة. عارف احساس انك زهقت مكافحة ومحاولة انك تهرب من حاجة انت متأكد انها تأذيك؟ احساس كده بالاستسلام وعدم الرغبة في المقاومة. قاومت كتير وفكرت اني نجحت في اني ابعد، لكن اللي جيت له مش هقدر ابعد تاني. بالظبط زي المدمن اللي بعد وخف، لكن بعد سنين خد جرعة بسيطة رجعت مدمن تاني. وانا كنت مدمن امي بضمتها ليا مش هقدر استغنى عنها تاني. قربت الكتاب مني وقلت له كلمة واحدة: علمني. احجار وانواع بخور وكتب ملهاش حصر، كل كتاب وليه عشيرة وكل حجر وليه نفعه وضرره. عالم تاني موازي فيه موت وحياة وقوانين واحكام وثواب وعقاب، فيه الكويس وفيه القذر وفيه اللي بينفذ ايا كان. المهم القربان. الكلام مش غريب عليا لان جدي تقريبا كان قايلهولي 100 مرة قبل كده. في اللحظة دي قررت اني اسأل على جدي. قلت له هو جده فين؟ قال لي مات. قلت له مات امتى؟ قال لي من 2 سنين، مات بالكبد وبدأ في تنفيذ الطلاسم. كله عادي، شفتهم كتير وهشوفهم كتير. خلصنا وخرجت، كانت الساعة 8. كل ما اندمج في الجو افتكر الشيء اللي مخليني مخنوق، شيء طابع على نفسي. مين مات واتدفن مكاني؟ اتسحبت ومشيت لغاية ما وصلت للمقابر تاني. وقفت قدام القبر وبصيت له وانا نفسي اسأله: مين جواك؟ مين في قبري؟ مين في كفني؟ فجأة حسيت ان باب القبر يتفتح والارض بتتهز وصوت غريب بيقول كلام مش مفهوم، ونفس الايد كلبشت في رجلي علشان ما اتحركش. حاولت اجري، وقعت على وشي. شفت رجل حد واقف ماسك كتاب مغطي وشه، بدأ يقول: ها هو امامك بحصن الذي جعلته ساتر بيني وبينه. الان سأفك الحصن المنيع والساتر الشديد. امركم يا من امركم هو بالحصن ان ترحلوا كما رحل هو. قسما بداود العاشر الغافر القوي المتين، امركم بان تعودوا الى مسكنكم في بطون الارض، والنهر والبحر والهواء لقد حل عنكم البلاء. نفس المنظر، انا في الارض وحواليا جن، بس دلوقتي مش عيلتي اللي واقفه بتحاول تزيح الجن، ده ابويا ماسك كتاب وواقف. الجن بدأ يبعد ويتفرق، بيرجع بظهره لحد ما بقيت لوحدي. وابويا قرب وابتسم والجملة فزعتني: لقد رحلوا من كان يحموك من شري والآن أنت ملكي. فتحت عينيا لقيت الشخص اللي كان واقف مشي والنهار طلع. قمت لقيت باب القبر مفتوح، دخلته، نزلت على السلم ونورت بالكشاف لغاية ما لقيت كفن. قطعته وشفت الجثة، جثة محروقة مش باين لها معالم، لكني عرفت صاحبها. السنة الفضي اللي متركبة في بقه أنا عارف صاحبها، جدي. حرقوا جدي عشان يجيبوني. طب ليه؟ ما لو عايزين يعرفوا مكاني سهل يعرفوه بجنهم وشياطينهم. باب القبر اتقفل، ومع هبدة باب القبر صحيت في اوضتي، لكن امي ما كانتش ضماني. امي واقفة جنب السرير بتعيط وبتقولي: انا مش هستحمل يجرك اكتر من كده، انا هحكي لك كل حاجة. قعدت جنبي وبدأت تحكي. جدك قرر فجأة من 2 شهر انهم هيبطلوا شغلانتهم. الكلام ما عجبش عمامك، راح قايل لهم: محدش فيكم عنده وريث، كلكم خلفتكم بنات. رد ابوك وقال: انا ابني عايش وهورثه. جدك قال له: يعني الحاجة النظيفة الوحيدة في عيلتنا عايز توسخها وتكفرها؟ ابوك قال له: ما يخصكش. جدك عاند وقرر انه هيحصنك، وجمع كل الجن اللي سخرهم في طلسم واحد يحصنك بيه من انهم يوصلوا لك او يؤذوك. ابوك عرف فاتفق مع عمامك على انهم يخلصوا منه وفي نفس الوقت يوصلوا لك.
حرقوه ورموا جثته في الشارع. ورشوا بتوع DNA انهم يخلوا النتيجة انها جثتك انت، ولو حصل واتكشف كده كده التحليلين قريبين وتعتبر خطأ عابر ومش هتحاسبه. وفعلا عملوا كده وتخلصوا من جدك ووصلوا لك علشان يجيبوك قدام قبره ويفكوا من عليك الحصن، وساعتها يا تورث يا يأذوك. وابوك امبارح شال الحصن من عليك، يعني يا تورث يا تموت يا حسام. خلصت كلامها وضمانه لحضنها وهي بتعيط، وانا مذهول من الوساخة والقذارة. قلت كلمة خليتها تبص لي باستغراب. هورث. بصيت له قالت لي انت بتقول ايه؟ قلت لها هورث. مش هم عايزين نورث؟ انا هورث، وساعتها هخليهم هم اللي يدوروا على اللي يحصرهم ومش هيلاقوه. دخول الجن جسمك له شعور مختلف، وسكونه جواك له شعور تاني. شعورين يستحملهم اللي بيحبهم، وانا بكرههم لكني استحملت دخولهم. العيلة كلها واقفة وبتقرا طلاسم، وانا قاعد على كرسي شايف كمية الخدم اللي داخلين جسمي يطيعوا امري. خلصوا وركعوا، كلهم ركعوا لي وكلهم في نفس واحد امرك سيدي الوالي. وكان اول امر ليا عمل تجمع لاهل البلد ياخدوا فيه بركة الوالي. وبعد يومين بدأوا اهل البلد يتجمعوا كبار وصغار. نزلت في وسطيهم ميادة ايديا علشان يبوسوها لغاية ما وصلت كرسي الوالي. اهل البلد وعيلتي متجمعين قدامي مذلولين وكأني الههم. حركت شفايفي في سري بأمر جنوني باللي عايز اشوفه، وبدأت اشوف اللي انا عايزه. اهل البلد بيجروا ويقولوا عيلة الوالي بتولع. شايفهم قدامي وهم بيتحرقوا، بيجروا ويخبطوا في بعض وبيقعوا ويقوموا وينتفضوا. ده اللي عملوه في اللي كان عايز يتوب، وده اللي عملوا فيهم اللي كان تايب وكفر. امي شايفاني وانا مبتسم وعارفة كويس ان انا اللي عملت كده. شايفاهم هم بيولعوا وشايفاني وانا والي، لكنها ندمانة. عارفة ان اللي عملته ده يمكن اسوأ من اللي هم عملوه طول عمرهم، وعارفة ان عقابي هاخده. مفيش ناجي في وسطهم كلهم غير امي وكارمن اللي واقفة بتبكي. وفجأة بكاها اتحول نظرة انتقام متوجهة لابتساماتي. بدأت تحرك شفايفها. انا فهمت ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هاخد عقابي، دلوقتي هتحرق، دلوقتي امي هتشوفني وانا بجري بنار وسط الكافرين اللي بقيت واحد منهم وهموت وسطهم. ولما يحللوا الجثث المتشوهة هيلاقوا جثة بعنوان تحليل DNA اثبت ان صحة الجثة هو حسام صلاح للمرة الثانية على التوالي. جثة رفضت تكمل المقاومة، خافوا من الموت فماتت بعد ان كفرت. قاوم مهما كان الثمن، فلتمت شريفا واقفا متحديا افضل من ان تموت مسلوب الارادة كافرا منحنيا، فكلا الحالتين ستموت. وهي دي نهاية القصة.